انا اول مره اشوف جمهور الاهلي منفعل على مدرب بهذا الشكل في البدايات. يعني حته تمشي بقى يا عم، خلي عندك دم والكلام ده انا ما سمعتوش من زمان قوي قوي. يعني حتى كولر كان جمهور الاهلي بيقول لي امشي بس بادب شويه يعني ما كانش بالاسلوب ده. لكن امشي علشان بهذا الاسلوب الفج بعد 7 ماتشات، لا. انا والله ما شفتها من زمان قوي، مش فاكر جمهور الاهلي يبدا يتكلم مع اللعيبه بالاسلوب ده. مش برضه مش فاكر كانت امتى اخر مره، اللي هو بقى العبوا رجاله والكلام ده والتيشيرت تقيل عليكم. ما سمعتش الكلام ده من بدري، من بدري جدا. فواضح ان الاهلي فيه مشكله، والله العظيم. يعني جمهور الاهلي ينادي على عماد النحاس في المباراه انت فين يا عماد وفوقهم والكلام ده كله. الناس طبعا لسه فاكره اخر 6 ماتشات في الدوري اللي عماد النحاس قاد فيهم الاهلي، وقدر ان هو ياخد الدوري وهو جاي مؤقت، وهو يعني محدش كان هيقدر يلومه ولا يفتح بقه معاه نص كلمه لو كان خسر الدوري. ولكن قدر ان هو يقود الاهلي ان هو ياخد الدوري. فالناس فاكره. لكن انت رحت قلت اصل عماد النحاس مش هياكل الاهلي، من امتى بيدربوا مدرب مصري يعني مش هياكل. بعدين راح جايب بقى تريزيجيه وجايب زيزو وجايب مش عارف مين وعندي امام وعندي وبن شرقي وبتاع. خلي عماد النحاس يمسك الناس دي. طب ماشي يا عم، ما عنديش مشكله، روح هات مدرب بقى ليه سي في قوي. مدرب عملاق، يعني مدرب يا عم ليه شخصيه. روبيرو انا مشفق عليه جدا والله العظيم. هو دخل في مهمه مش قدها قولا واحدا. يعني الراجل مش وحش، الراجل حتى ما شفناه مع اورلاندو بايرتس ما كانش وحش. بس هو مش بتاع الاهلي، مش قد الاهلي، مش كوره الاهلي، كورته مش شبه كوره الاهلي.